أنا هنا باش نحكي لكم قصتي اللي غادي تصدمكم. خليكم معايا. كنت ممرضة وكندير السوايع الإضافية في الدوار ديالي، كنمشي نخدم في الفيلاج في واحد السبيطار وكندير سوايع إضافية. كانوا ناس الفيلاج ولا الدوار محتاجين للتمريض، كنت أنا اللي كنعتقهم. كنت مقابلة واحد السيد كيداوي راسو، عنده اللي باري بزاف، خاصو كل نهار في العشية يدق. كنت كنمشي ندقها له، تندق الهبرة وتنقعد له في راسو. كنجي كانت مراتو واحد المراه اللي كبيره وثقيله، يلاه كتزامد، الا مشات الكوزينه كتبقى فيها. كنت كنقضي له الشغيل ديالو، كنلمط له فريشنا ونقادو وكيتهلفه بالفلوس. هذا كان لاباس عليه وكيعطيني ديك البركه، وكنرجع بحالتي كنتقدى. قبل ما نكمل، إلا كتعجبكم هاد القصص الواقعيه اللي فيها الصدمه والعبره، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. منها شي حاجات خاصيني. كنمشي لعند با تلقاه تيتسناني أجبت. با كان واحد الجغموط اللي خدمته وشديته كياخدو ليا ما نسمحلوش، خرج ليا على مستقبلي. فلوسي كلها تيدق ليا، ما عرفت شنو تيدير بها. ما حيلتي المصروف، ما حيلتي الدواه، ما حيلتي الدواه. كنت كرفص، كنخدم في السبيطار وكنخدم السوايع إضافية، وكل شي كيطبوا ليا ما تماو الآباء بحال هكاك، من ناقص منهم غير بالسمية. وما مخليكش حتى تخدم على خاطرك وعلى راسك وتجمع فلوس. اللي خدمته كيديه ليا، اش غندير معاه؟ ما قدرتش نسمح فيه ونهرب ونخليه. قلت كيف ما كان الحال تيبقى با غادي يقطع في قلبي، ما نقدش نخليه من مورايا ولا نهرب ونخليه، غادي يبقى فيا. غنتفكرو وغنرجع. اش غندير؟ هذا هو زهري وميموني، هذا الشيء اللي طار ليا في المغرفه ديالي. نصب معاه تيدير الله ما دار. العيب ما خرجوه جواد. علاش انا نتعيب مع با ونديرو مع با؟ ما جاتش الا كان ما عندوش هو العقل، انا يكون عندي العقل. بقيت صابره مع با هكاك، عايشه وهزاه ومتحملاه، وكنمشي ندير الخدمه ديالتي في السبيطار ونطيل خاطر الناس، ونزيد نكملها بالسوايع، وعندي ديك الراجل كندق له الشوكه ونمشي نعطيه الخاطر وكل شيء. حتى واحد النهار صافي ما بقيتش قاده نتحمل، مشيت عند السيد اللي كندق له لي باري. ضروري من نمشي عنده ما نقدش نسمح فيه، حيت ضروري خصو ياخد دواء، الا ما خداش توقع ليه شي حاجه. مشيت عنده واخا نكون عيانه، واخا نكون فيا ما نعرف شنو فيا، كنمشي لعنده، كان كابر ونمشي عنده، وربي كان كيعاونني حيت كنداوي الناس وكنجري لهم في الراحه ديالهم. كان ربي محضر لي الرزق والبركه، ديما فايض عليا الرزق وبسطامي عامر. كل ما كانش باش لا ما ندير. مشيت عنديك السيد باش ندير له لي باري ديالو ونجيب حالتي. ما لقيتش مراتو. ديك النهار كانت مشات معروضه في شي عرس ولا شنو، قال لي عرس ولا ختانه ولا اسبوع، شكون اللي بقى عاقل ولا اللي عرف؟ انا همي غير معبى، تنقول ملي غنمشي شنو غنلقى داير، شنو غنلقى عنده ما نعرف. ما بقيتش كنثيق، وليت كنخاف غير من خيالي. شفتو لقيت الراجل بوحديتو، دقيت له ليبرا وبقيت جالسه كنشكيلو على همي، حيت ما بقيتش قاده. كل شي حاجه وشي مشكله وشي حاجه خايبه تجمعوا فوق راسي. با تيسالي من هادي يدوز لديك، ما كيساليش من المشاكل والهموم. والفلوس، عمرك يا راجل ولقيتك وما طلبتيش مني الفلوس، ولا لقيتك مزيان وطالق بشرتك وفرحان بيا ومساندني على الزمان وتماره، كديرها ليك حلا سحله. ولا اني ما يهمش مع الوالدين حتى حاجه ما خساره، ربي غادي يكافيه ليه. بديت كنعاود له كنشكي عليه وبديت كنبكي. قلت له غنعاود لك، با محرر عليا العيشه، داليا عيشتي قطران، حتى حاجه ما كناكلوها فرحتنا، ولا نطيب ميكله ونتصنت ليها، ولا نجي من خدمتي ونعرفش خصني ندير وشنو اللي ما خصنيش ندير. والو. عييت نسعف معاه وعييت نهضر معاه وعييت ندير معاه المستحيل، ولكن والو ما كيتبدلش، كيتبدل الأسوأ، غير ما زايد فيه. عييت وما بقيتش قاده. كيقول لي بعض المرات شي راس غيمشي بحالاتك وخليه، هربي وسمحي فيه. وليني العاطفه ديالتي كتخليني نبقى معاه، ما كنقدش، صعيب لي باش نخلي قطعه مني باك. وتنزيد نصبر ونكمل طريقي، وديما داير الامل قدامي، وديما كنقول غدا غادي يكون مزيان. بديت كنشكل ديك الراجل، قال لي عرفتي شنو يجيك مليح، شوفي دابا انايا ما عنديش الولاد وما درنا جميع المحاولات، ولا اني مراتي هي اللي ما كتولدش، حيت انا دوزت على راسي لقيت راسي مزيان. واخا كتشوفي هاد الادويه وهاد الشيء ما فيها حتى شي مشكل، ولا اني ما بغيتش نخسر العلاقه معاها، حيت هي من عائلتي، بنت عمتي، وراه سمحات لي باش نتزوج. قالت لي بغيتي وليده تزوج، انا ما نمنعكش. مراتي مرا ثقيله ومتهنته ودريوشه، ما كتجيش في الصف ديال الصداع، كتطلب غير السلاكه. ودابا ديما ما كنبغي نقول لك هذا الامر،
قلت زعما انتي كنعرفك وحسن من البراني، وانا برزقي ما خصني حتى خير حتى مت تنخلي لك هاد الشيء. ودابا بما انه قلتي لي هاد الهضره غنقول لك هاد الشيء اللي ليها هانتي دابا راكي فهمتي. الا بغيتي تزوجي بيا ما يخصك حتى رزق وتا خير وباك على العين والراس، ما نحرموش الا بغى يجي لعندك ولا بغيتي تمشي لعندو. صابري راسك بحال اللي باقا بلا زواج. انا بغيت غير يد ولا بنيه نشوفهم قبل ما نموت. ديك الساعات رديت عليه حيت ما عنديش فين نضيع الوقت. راجل كامل مكمول، واخا كبير واخا مزوج، وما نعرف شحال من وحده كتقبل على الراجل واخا يكون مزوج 3. واش فيها زعما؟ دابا انا العرسان جالسين مستفين عليا. كيف ما كان الحال الراجل لاباس عليه نزوج به، وديك الساعات ربي يفتحها لينا. نتهنى غير من با، نبقى ديك الساعات نديلو مصروف ونشوفو ونجيب حالاتي، ما نبقاش عايشه مع الراس في الراس. نتهنى منه شويه ونرتاح، وحتى انا ندير حياتي. ما عرفت الخير في من الراجل برزقو وما يخصني حتى شي خير. وبعدا تزوجت نكون تزوجت على شي حاجه صافي. هادشي اللي درت. اش غنتسنى؟ اش باقي ما نتسنى؟ والفرصه راه ما كتجي 15 د المرات، كتجي غير مره. صافي ضربت لصقت، تزوجت به، ما قديناش في عيطه، ووليت انا مولات الدار، وكندقلو لي باري وكنمشي لخدمتي وكنقابل با. على الاقل تخادت واحد الخطوه جديده في حياتي، تبدلت شويه حياتي، ما بقاتش بحال اللي كانت. با ما بقيتش كنشوفو بزاف، بعض المرات ما كنلقاهش تما، تلقاه غابر. نحط له ماكلتو الفلوس وكنجيب حالاتي، يدبر راسو. هو اللي بغى يكون خايب، ما بغاش يتقاد. عييت ما نحاول معاه، ولكن ما بغاش يتقاد ولا بغى يتقاد. اش غندير له؟ نعذب راسي باش نرضيه؟ يكفى ما دايره معاه حتى انا وحيرقه في بيه. شويه بقيت عايشه انا وراجلي وما كدبت في عيطه. ولدت واحد البنت ما دوزتش بزاف، من موراها واحد العامين وولدت وليد. ربي رزقني ببنت وولد. واش غنقول لكم، الحاج راجلي حطني في عينيه، اللي دار ليا ما يدارش وما يتعاودش. اما مرتو مسكينه عمرها ولاتني مدايره بحال الشريفه، عمرها قالت لي شي كلمه خايبه. وليت عايشه واخده راحتي والحريه، وما كاينش اللي يهضر معايا. والحاج مهلي فيا، والدبليج المخير كيجيبوا ليا، والماكله الزينه كيجيبها ليا. انا اللي مكلفه بكل شيء، كناخذ من عنده الفلوس، نقوم بشغالات البيت وبمصروف، ووليتنا هي مولات الدار. ولادي تيكبروا وحياتي تبدلات بين اللحظه وضحاها. ربي كبير. وصافي حبابي، وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم. نتمنى من قلبي تكون قصتي عجباتكم ووصلت لكم شي حاجه زوينه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك باش توصل الرساله لناس اكثر، وديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال روتين يومي توب. كتبوا لي في التعاليق شنو رايكم، واش مريتي بشي تجربه بحالي؟ كنبغيكم بزاف ونشوفكم في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.